ياسمين، يا ترى مين اللي جاب حمدي وفاء؟ الفيديو اللي انتوا عملتوه ملوش لازمه ومش حلو. عالم نشوه، انت اللي بتضري نفسك. وهتشوفي حصلت قبل كده خبي العروسه بكره هيصيرها هتروح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. احنا اول ايام في السنه الجديده. الحقيقه اول ايام السنه الجديده فيها يعني فيديوهات كتير حصلت وحاجات كتير الواحد شافها واستغرب لها على النت. اول حاجه شفتها الفيديو بتاع ياسمين، صراحه عجبني. كان فيديو حلو وفي نوع من انواع يعني تحب تتفرجي عليه. في فيديوهات ما تبقاش الواحد عايز يتفرج عليها، ما يبقاش طايق ان هو يتفرج عليها، انما الفيديو ده كان حلو ان انت تتفرجي عليه، تحسي كده ان انت عايزه تكمليه للاخر. ما كانش فيديو متركب، ما كانش يعني ما كانش مكتوب له ايه اللي هيتقال فيه زي ما تقولوا كده. فعجبني الفيديو. اللي حصل في الفيديو ان ياسمين جالها هديه بتاعه راس السنه وما تعرفش مين اللي جابها لها. فناس كتير قوي قالت ان اكيد اللي جابها لها هو ضني طليقها، والناس قالوا لا، ده هي اللي بعتها لنفسها عشان تعمل ترند. منها تعمل ترند ومنها تغيظ ضني وتقول له ان في حد بيبعت لي هديه. الحقيقه هو انا شايفه اقرب ان هي تكون بعتها لنفسها من ان ضني هو اللي يبعتها لها. ممكن هي تبقى عايزه تعمل ترند زي الناس ما بتقول، فاختارت الفكره دي انها تقعد تقول مين اللي جاب الهديه مين اللي جاب الهديه. والفيديو عدى وكان حلو، وزي ما قلت لكم كان لطيف ان الواحد يتفرج عليه. الفيديو التاني اللي انا شفته هو الفيديو بتاع حمدي ووفاء. هما بيغيبوا كتير، بيختفوا كتير، بيقعدوا بالاسابيع غايبين وفي الاخر بيرجعوا. الفيديوهات اللي بيرجعوا بيها بقت غير الفيديوهات بتاعت زمان. يعني الفيديو بتاع زمان كان الواحد يحب يقعد يتفرج عليه، حتى الاطفال كان ممكن لو عندك اطفال. الفيديوهات بتاعت زمان كان الواحد بيحب يتفرج عليها. الفيديوهات بتاعت زمان كان الواحد بيحب يتفرج عليها بتاعتهم. كان الفيديو تحسه كده ان هو فيه قصة وحكاية، عايزة تتفرجي عليه لاخره، عايزة تكمليه. حلو، حتى لو معاكي اطفال ولا حاجة ممكن ان هم يقعدوا يتفرجوا معاكي عليه. انما الفيديو بتاع دلوقتي بقى تحس ان هما بيعملوا حاجات غريبة. يعني ايه، يجيبوا بنتهم ويلبسوها لبس ويقولوا اميرة ومش اميرة وقصة يعني ايه دي؟ يعني انتوا تعبتوا نفسيكوا وصورتوا فيديو، وفي الاخر الفيديو حتى لو تشوفوا تعليقات الفيديو في ناس كتير معلقة ان هو يعني مش حلو. يعني الفكره نفسها مش حلوه، ومكياج وتحطي البنت مكياج 3 4 ايام ورا بعض ويلا هنصور ومش هنصور. الحاجات الطبيعيه بتوصل اكتر من ان انتوا تقعدوا تعملوا فيديو زي كده. فحقيقه يعني انا ما حبيتهوش، حتى عيالي ما حبوش يتفرجوا عليه. في ناس كتير تابعت وقالت ان هو كانش فيديو حلو. فيا ريت حمدي ووفاء يرجعوا للفيديوهات بتاعتهم الاصليه بتاعت زمان، اللي كلنا كنا بنستناها وبنقعد نتفرج عليها، تبقى مواكبه للاحداث، تحسوا انها حاجات بتتعمل في كل البيوت، ما فيهاش حاجه مصطنعه ولا حاجه غريبه. تاني حاجه، الفيديو برضو اللي انا شفته الفيديو بتاع حوارات وهم بيشتروا العفش وبينقوا العفش، والعروسه مش هتطلع وهتطلع والكلام ده كله، والناس كلها بقى ما صدقت يجروا يجيبوا صور من على النت ويقولوا هي دي العروسه، لا هي دي خطيبته، لا مش هي دي خطيبته، ومش سايبين الدنيا في حالها خالص. واللي طلع صور اسراء وقعدوا يقارنوا اسراء احلى ولا هتبقى العروسه الجديده احلى، وقصص وحكاوي كتير قوي 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 قوي. في الاخر يا جماعه يعني هي مش هتستخبى، اكيد هيجي لها يوم وهتظهر. ما ظهرتش امبارح هتظهر بكره. هتروح فين؟ ادم هي موافقه ان هي تتجوز حد من اللي بيطلعوا على النت او تتخطب لحد من اللي بيطلعوا على النت، يبقى هتطلع معاه، او هيخليها على جنب ومش هيطلعها وهيطلع صوتها بس طبعا انتوا عارفين ان الناس ما بتستنيش، على طول جري وجري وجابوا صور وجابوا ركبوا صور وقالوا الصور دي بتاعتها، لا دي مش بتاعتها، ووقفوها جنبه وشايلوها ورد وعملوا كل حاجه. يعني ممكن تكون هي وممكن ما تكونش هي، الله اعلم، انا مش عارفه لحد الان هي شكلها ايه يعني. بس باباها ومامتها ظهروا قبل كده معاهم في الفيديوهات، الفيديو اللي كانوا بينقوا فيه العفش. في فيديو تاني من اللي انا شفته برضو ويعني استغربته، فيديو برضو من الفيديوهات اللي شفتها، وبنقول يا جماعة بلاش بلاش بلاش، بس الناس ما فيش فايدة. يعني كل واحد خلاص عايز يظهر كل حاجة بيعملها في البيت، كل حاجة هو ده بقى خلاص المحتوى. نشوة، عالم نشوة، احنا عارفينها على النت ونشوفها من زمان قوي، انا بتابعها من زمان من ايام ما ابتدت تقريبا يعني. دلوقتي هي بتجوز بنتها، كل يوم يلا رايحين نفرش الستاير، بصوا شقة مش عارفة ايه، جبنا ايه، اشترينا ايه، حطينا ايه. يا جماعة يا بنتي بلاش، يا حبيبتي بلاش. ما انت بعد كده اللي هتيجي تعيطي وتقولي ده حصل وحصل وحصل، بعد الشر يعني. فليه طيب؟
ليه؟ بنتك هتتجوز، ربنا يكمل لها على خير وخلاص. قولي للناس مش لازم الترتيبات، مش لازم احنا رايحين نفرش، احنا رايحين نشتري، احنا رايحين نجيب، احنا رايحين نعمل. شفنا قبل كده ناس كتير عملت كده وكانت النهايات مش كويسه. فيا ريت بلاش الحاجات دي، مش هتفيد بحاجه. الناس هي اللي بتتبسط وبتتفرج، وفي بيحبكوا وفي ما بيحبكوش، وفي بيحسدكوا وفي ما بيحسدكوش، وفي الاخر انتوا اللي بتيجوا تقولوا اتحسدنا وعملنا وحصل وحصل وحصل. فربنا يكمل لها على خير، ويا ريت نقل في الفيديوهات دي وملهاش اي 60 لازمه خالص يعني. بس كده يا جماعه، الفيديو بتاعنا النهارده خلص. كان فيديو مش طويل، حبيت اعمل لكم فيديو صغير فيه كذا موضوع كده خفيف، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. وما تنساش نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات اللي جايه. سلام.